مصر سنة 80 الجماهير كانت بتغلي والشارع كان قنبلة موقوتة. نحن استدعينا الدين الخيانة، كل الخيانة. يقفوا مع الاتحاد السوفيتي السادات كان مخنوق ضد مسلمي أفغانستان. اقتصادياً البلد كانت بتمر بأزمة طاحنة، وأصداء انتفاضة الخبز لسه بترن في الشارع. سياسياً المعارضة كانت في أشرس حالاتها، بتضغط عليه من التيار الديني والتيار اللي مش ديني. عربياً بلوك جماعي، حالة من العزلة التامة والمقاطعة بعد اتفاقية كامب ديفيد. الرجل اللي عاش في وهج بطل العبور واجتياح خط بارليف المنيع لقى نفسه فجأة الخائن، حتى عباءة الرئيس المؤمن اللي تمسك بيها أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية بدأ بريقها يبهت ويضيع وسط ضجيج المد الثوري الهادر اللي جاي من طهران. الأضواء كانت بتنسحب والزعامة بتهتز، وكان لازم يلاقي ملعب جديد، لأن العيش غالي والشارع بيغلي. ملعب يعيد فيه هندسة سيكولوجية الجماهير ويستعيد فيه البطولة، ملعب هو بيمتلك مفاتيحه لوحده، ملعب الأخلاق. نحن استدعينا الدين عشان نواجه بيه وضع اجتماعي كان موجود في مصر. فكر فيها اللحظة، أسهل طريقة تكسر بيها حد بيجادلك بالمنطق هي إنك تطعن في أدبه مش في كلامه. تحول النقاش من أنت غلطان في القرار ده ل أنت إزاي بتتجرأ تكلم أبوك كبيرك بالطريقة دي. دين ما قالش انه يقف ويقول هذا الكلام امام رئيس العيله رئيس البلد. بمجرد ما النقلة دي تحصل النقاش بيموت والإرهاب النفسي بيبدأ. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك. السادات قرر إنه مش هيحاكمهم بتهمة المعارضة السياسية، دي تهمة هتخليهم أبطال. وهنا ظهر للوجود مصطلح مطاطي غامض، وعبقريته في غموضه مصطلح العيب. أيوة، العيب ما بقاش مجرد كلمة بتقولها لابنك لما يشتم، دي اتحولت لتهمة في قانون العقوبات عشان نواجه بيه وضع اجتماعي كان موجود في مصر. وده بيرجعنا لكلام جوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، لما قال إن الكلمات اللي ليها أكبر قدر من النفوذ والتأثير هي للمفارقة، الكلمات اللي معناها غامض جدا. كلمة زي العيب أو القيم دي كلمات ليها جرس موسيقي بيعمل تنويم مغناطيسي للجماهير. لوبون كان بيقول إن الكلمات دي بتشتغل زي زرار بيستدعي صور مقدسة في خيال الناس، ومحدش يقدر يعترض عليها، لأنك لو اعترضت أنت مش بتعترض على قانون، أنت بتعترض على الفضيلة نفسها. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك. دين ما قالش. الكلام ده اتطبخ بدقة مرعبة واتحط في قوالب قانونية باردة عشان يتنفذ بحذافيره. المتخصصين في القانون بيسموا اللعبة دي النصوص العقابية الفضفاضة Vague Provisions، والاسم العلمي ده رغم إنه يبان أكاديمي وممل إلا إنه أخطر من الدبابة. ليه؟ لأنه بيحول القانون لفخ. عشان تحس بحجم الكارثة تخيل إنك سايق على طريق سريع، بس يافطة السرعة ما بقاش مكتوب عليها 90 كيلو، يافطة السرعة اتشالت واتكتب مكانها بخط عريض سوق بأدب. هنا انت مش بتتعامل مع قانون، انت بتتعامل مع مزاج. الضابط يقدر يوقفك، يسحب رخصتك ويرميك في الحجز، مش عشان كسرت إشارة، لأ، عشان هو شايف إن نظرتك مش محترمة أو سواقتك مستفزة أو حتى شكلك مش عاجبه. الرعب الحقيقي هنا مش في المخالفة، الرعب إنك ما عندكش أي وسيلة تدافع بيها عن نفسك، لأن الأدب ملوش عداد في التابلو، الأدب تقديره في دماغ الضابط بس. القانون ده عمل كده بالظبط في السياسة، شال العداد وحط مكانه المقصلة. ممكن تقول لنفسك دلوقتي يا عم ده كان السادات وزمانه، واحنا عارفين ان الكتالوج العربي للحكم حواراته كتير، بس الحقيقة المرعبة ان لعبة الأسماء مش اختراع مصري، دي اختراع بشري. زمان في أمريكا كان عندهم وزارة اسمها وزارة الحرب، اسم صريح ومرعب. سنة 47 غيروا اسمها لوزارة الدفاع. نفس الدبابات، نفس القنابل، بس الاسم بقى دفاعي وكيوت. المضحك بقى إن تحت مسمى الدفاع ده أمريكا شنت حروب أكتر بكتير من اللي شنتها وهي اسمها وزارة الحرب. بس عارف المثال الأقرب والأخطر للي عمله السادات؟ لما بوتين قرر يدخل أوكرانيا كان قدامه معضلة. كلمة حرب أو غزو بتستدعي صور دموية وممكن تخض الشعب الروسي، جثث، دمار، وعقوبات دولية فورية. طب والحل؟
نفتح القاموس ونغير الاسم، نحط شوية مكياج للكلام، بدل حرب نسميها عملية عسكرية خاصة. شايفين الكلمة؟ خاصة، يعني محدودة، يعني تحت السيطرة، يعني شغل ناس بروفيشنال. يا دوبك مسافة السكة. وبدل احتلال استخدم مصطلح اكتفاف النازية، داس على زرار اسمه النازية. وهنا بيظهر التفسير المرعب في كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون. الجماهير تفكر بالصور ولا تعرف المنطق. بوتين ما كانش بيقدم أدلة، هو كان بيرسم صورة في خيالهم، صورة الجد اللي مات والقرى اللي اتحرقت في الحرب العالمية. وبوتين هنا باع لشعبه الوهم اللي هم مجبرين يشتروه، لأن تكلفة الرفض في الدول الاستبدادية مرعبة، وتمنها بيدفع كاش من حياة الإنسان. وبما إنك مش هتقدر تغير الواقع وترجع بيتك، فمفيش قدامك غير إنك تغير قناعتك عن الناس اللي بتقتلهم دول. هنا بقى بيجي دور حبة المسكن اللي الإعلام والقيادة جهزوها لك، حبة اكتفاف النازية. الجندي بياخد الحباية دي بلهفة، مش عشان هو غبي، لأ، عشان هو محتاج يصدقها عشان يعرف ينام بليل. محتاج يصدق إن المبنى ده مش مدرسة، ده معمل بيولوجي سري. وعلى فكرة الكلام ده مش بعيد عنك ولا بيحصل في روسيا بس. اللعبة دي غالبا كلنا اتعرضنا ليها. في الشغل مثلا، مديرك لما يعوز يعصرك شغل من غير مقابل مستحيل يقولك أنا بستغلك. هو بيستخدم مصطلحات زي إحنا عيلة واحدة، ويمدحك شوية قدام زمايلك بمصطلحات زي ابن الشركة. وبمجرد ما المصطلحات دي بتدخل ودنك، انت بتخاف تطالب بحقك عشان ما تبقاش الابن العاق للعيلة دي، ولا تخسر الوعود الوهمية. وبدل ما تشوف المدير شخص مستبد، بتشوفه قائد ملهم، لأن عكس كده هتدفع الضريبة. طيب، وسط كل التلاعب بالكلام ده، إزاي تعمل لعقلك فلتر؟ إزاي تشوف الواقع زي ما هو من غير تجميل ولا مكياج؟ عندي ليك قاعدة بسيطة جدا. القاعدة دي بتمشي على مديرك وعلى أصحابك وعلى رئيس الدولة. أي حد يقولك مصطلح حلو، شطب فوراً على الاسم وبص على الفعل. مديرك بيقول إحنا عيلة، جميل، الفعل إيه؟ تقدير ولا سخرة؟ لو القانون اسمه حماية قيم، ما يهمنيش الاسم، قول لي الفعل إيه؟ هل الفعل هو توعية ولا الفعل هو حبس؟ لو العملية اسمها حفظ سلام، هل الفعل هو توزيع مساعدات ولا الفعل هو قصف مدن؟ الأسماء بتكذب وتجمل، بس الأفعال دايما صريحة وفاتحة. طب هم ليه بيعملوا كده؟ وإيه اللي بيدور في عقلهم؟ السؤال عن النوايا ده ممكن نخصص له حلقة جاية، لكن ده مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا هو الواقع اللي اتفرض علينا. لأن بتطبيق القاعدة اللي اتكلمنا عليها من شوية، هنكتشف إن التلاعب بالمصطلحات مش مجرد كدبة بيضة أو تجميل للصورة، دي أداة ممنهجة وميكانيزم خطير بيستخدموه عشان يعيدوا تشكيل وعينا وتطويعنا. عملية كاملة ممكن نطلق عليها هندسة المجتمع. وفاتورة هندسة المجتمع دي ما اتدفعتش حبر على ورق، دي اتدفع تمنها من لحم ودم ناس حقيقية. السادات لما قرر يستخدم الهندسة دي عشان يحمي القيم، النتيجة الفعلية ما كانتش مجتمع فاضل، النتيجة كانت اعتقالات سبتمبر. مفكرين وكتاب ورجال دين اترموا في الزنازين، واتحرمت مصر من عقولها في وقت كانت في أمس الحاجة ليهم. اللعبة اللغوية دي ممكن تكون رياح الضمير المهندس وهو قاعد في قصره، بس بالنسبة للمواطن اللي اتدهس تحت عجلة دبابة، أو الكاتب اللي عمره ضاع في السجن، تغيير الاسم ما فرقش في الوجع. الرصاصة بتوجع بنفس القدر سواء سمتها حرب أو سمتها عملية، والسجن ضلمته واحدة سواء سمته حماية قيم أو قمع. السادات قدم حلم الدولة الدينية، وبوتين قدم حلم روسيا العظمى. والحقيقة المرة اللي لوبون واجهنا بيها إن الجماهير غالباً بتفضل الوهم المريح على الحقيقة المؤلمة. وهنا مربط الخطر أو الفرس، لأنك بمجرد ما تفقد قدرتك على التفكير النقدي وتدوب وسط الجمهور، أنت بتتحول للعبة في إيد اللي بيعرف يختار الكلمات. واوعى تنسى، الوضوح هو صديق المواطن والغموض هو صديق المستبد. فأرجوك اوعى تكون مجرد مستهلك لمصطلحات طبخوها في الغرف المغلقة. خليك انت القاضي اللي بيسمي الأشياء بأساميها. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي في الكومنتس لو معاك قلم أحمر دلوقتي، ايه أول مصطلح هتشطب عليه من قاموس حياتنا؟
عشان نرجع نشوف الحقيقة واضحة من تاني.